استمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. وكذلك من أثر هذه التغيرات المناخية كثرة الزلازل والخسف والصواعق، وهي ملحقة بما سمعت. فحينما تضطرب الأرض وتكثر فيها الزلازل وتخسف بقاع من الأرض، وهناك 3 خسوف من علامات الساعة الكبرى غير محدد متى تكون، هل هي في أول العلامات الكبرى أو في وسطها أو بعد الدخان أو قبل الدخان. فعندك في الكتاب الذي ألمحت إليه وأنت تملكه أن فيه هذه الأمور ذكرتها في الوسط، حيث لم يدل دليل على أنها في البدايات أو في النهايات. ف3 خسوف تقع، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، والزلازل والبلابل العظام والشدائد تقع في الأرض ويصعق الناس من كل مكان. فالزلزلة هي الحركة العظيمة والإزعاج الشديد، فهي شدائد وأهوال، والخسف قريب من معنى الزلزال. خسف الله بفلان الأرض خسفا أي غيبه فيها، كما قال تعالى عن قارون فخسفنا به وبداره الأرض، إن خسفت الأرض ساخت بما عليها. وقد رأينا ذلك، ورأينا صور مصورة ومرئيات لبلاد اختفت بقاع كبيرة منها تحت الأرض في ثوان. وهكذا بل في البحار والمحيطات جزر كاملة تختفي ولا يدرى أين ذهبت، تغرق، تدمر تحت الماء فلا يبقى منها شيء. لا أن تغمر بالماء فيزيد الماء عليها، لا، إنما هي تنخسف. والصواعق هي جمع صاعقة، وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد، ورأينا ذلك في زماننا، وهذه الوسائل الحديثة توثق هذه الأحداث. وكم رأينا من أناس يسيرون لا لهم ولا عليهم من شيء، وفجأة يصعقون من السماء، وأشجار تصعق وتحرق، وبلاد يصعق فيها أفراد ومراكز صناعية أو مراكز زراعية أو كذا. هذا يقع، والله عز وجل أخبرنا كما قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فالصواعق متعلقة بالرعد والبرق، والله محيط بالكافرين. فهذا مثل ضرب. فانظر لهذا العقاب الذي يعم الأرض، وهذا البلاء الذي يقع في الأرض، وهو سبب من أسباب هلاك أقوام سابقين كقوم ثمود الذين أهلكوا بالصاعقة. قال جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. صاعقة. وقال جل وتقدس وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ومن أجل قوتها المدمرة سمى الله الصاعقة بالطاغية. قال جل وعلا في سورة الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، سماها ربنا الطاغية. والصواعق مما يظهر ويكثر في أمة الإسلام ويكون على وجه العقاب أو الابتلاء. يصعق الله من شاء من خلقه فيصعقون بقدرة الله عز وجل وفقا لمشيئته، فهو على ما يشاء قادر، فهو الملك القاهر يصعق من شاء متى شاء وكيف شاء. فقد أخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه الوادعي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق قبلكم الغداة، في هذا اليوم في صباح اليوم من صعق عندكم؟ فيقولون صعق فلان وفلان. انظر لكثرة الصواعق، حتى إن الرجل لا يأتي ويسأل في أول أسئلته قبل التعارف كيف الحال والمال والعيال من صعق عندكم؟ فيقولون صعق فلان وفلان. هذا أمر يصير شائعا في هذا الوقت عند اقتراب الساعة، ونحن في آخر أيام الدنيا مهما طالت فهي قريبة.
إذا كانت الساعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو الساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى، فما الظن بنا الآن ونحن بعد قرن ونصف، نحو من قرن ونصف الآن، واليوم عند ربنا يمر ك1000 سنة مما نعد، فلم يمر شيء يوم أو بعض يوم إلى الآن. البخاري أخرج من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، ثم ذكر حديثا وقال في آخره: وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. وقد وقع في كثير من البلاد كثير من هذه الزلازل، ولكن الذي يظهر كما قال الحافظ في الفتح المراد بكثرتها شمولها ودوامها، هذا هو المراد. فالزلازل تقع، ولكن إذا شملت بقاعا كثيرة ودامت واستمرت أزمنة طويلة ليست ثواني أو دقائق وفي بقاع كثيرة، هذا هو الذي يدل على العلامة. فنسأل الله العفو والعافية. فإذا جفت الأنهار وزلزلت الأرض وكثرت الصواعق وانعدم قطر السماء أو زاد قطر السماء فصار سيولا وفيضانات، ونزلت في بقاع كانت صحراوية فصارت أرضا فيها ثلوج وجليد، وأراض أخرى كانت جليدية صارت حارة جدا كالآن. يعني بريطانيا وصل درجة الحرارة فيها إلى 40 درجة مئوية الآن، أمور لم يجربوها من قبل. فهناك لا نقول اختلال في الكون، أعوذ بالله من نقل كلام هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الألفاظ، لا، هذا تقدير العزيز العليم، يقدر ما شاء متى شاء وكيف شاء، وقد أخبرنا. فعلى المسلم أن ينتبه وأن يستمد علمه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشده وأخباره. وماذا تصنع في زمن الفتن؟ أثبت على دينك، كن تقيا عابدا في زمن الهرج، زمن القتل والفتن، كن عابدا تقيا، فعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه. فانظر إلى هذا، تعلم وتدبر. أخرج الإمام الدارمي واللفظ له وغيره من أئمة الإسلام كالإمام أحمد وابن حبان، وصححه الألباني وحسنه الوادعي رحمة الله عليهما من حديث سلمة بن نفيل السكوني، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. الموتان هو الموت الكثير الوقوع، موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. هذا الموتان إما يكون من المجاعات أو يكون من الفيضانات، الأمطار التي تنزل ولا تقف ولا يكن منها لا بيت مطر ولا شجر ولا وبر ولا أي شيء، وإن اختبأت وراء شيء لا يحميك لكثرة وشدة وغزارة الأمطار. السماء فتحت بماء منهمر يشبه ما وقع يوم الطوفان مع قوم نوح. إذا وقعت هذه الأمور وكثر الموت في الناس، تأتي سنوات الزلازل تغربل الناس الذين يبقون، ومن يزلزل ومن يبقى بعد ذلك تأتيهم محن أخرى، وهكذا. سلم يا رب العالمين، سلم يا أكرم الأكرمين. فهذه الأمور والله تجعل الإنسان يزداد ثقة في الله ويقينا به ومعرفة بقدرته، ويستدل بهذه الأمور التي تقع على صدق وتأكيد دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فليستغل ذلك في دعوة الناس إلى الدين، في دعوة الكفار إلى الحق. هذا ديننا، هذا خبر ربنا وخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه العلامات التي ترونها ليست من صنيع زيد وعمر، ليست من أفعالكم، بل لو شاركتم فيها نوع مشاركة أنتم أسباب، أما المقدور فمن الله عز وجل. قد أخرج الترمذي ما يوضح أن الخسف الذي يقع ويغير تضاريس جغرافيا الأرض هو مما يتأثر بالمناخ عامة. فقد أخرج الترمذي وصححه الألباني بشواهده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟
قال نعم إذا ظهر الخبث. الخسف بمعنى الزلزال، الأرض تخسف من تحت الأقدام، والمسخ تغيير للخلقة، فتكون الصور الظاهرية أو القلوب الباطنية ممسوخة، قردة وخنازير ودوابا كثيرة، فترى في أخلاق الناس ذلك أو صورهم تمسخ. فالأمر محتمل لهذا وذاك، وهذا في آخر هذه الأمة. وقذف، خسف ومسخ وقذف، قذف برمي حجارة من السماء، هذه كلها علامات. يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ هذا يقع وفينا صالحون في هذه الأمة؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. والخبث فسره جمهور أهل العلم بالفسوق والفجور، وبعضهم خصه بالزنا فقط، وبعضهم قال أولاد الزنا، والظاهر أنه يشمل المعاصي مطلقا. فانظر لهذا الزمان الذي نحياه، الذي ركب فيه الذكر على الذكر، وكان يستحي ويستخفي من الناس، فصار يستعلن بذلك، بل دول ومنظمات ومؤسسات عالمية تفرض ذلك على الناس فرضا. الذين يزعمون الحرية وعدم التدخل في حريات الناس وحقوق الناس يفرضون حقوق هؤلاء الشواذ الذين يسمون بالمثليين، يعني تحسينا لللفظ، وهم يعملون عمل قوم لوط. هؤلاء الملاعين الخبثاء صار أمرهم يفرض على الناس، ومن لم يرضى بذلك بشعارهم أو بصورهم أو أن يشارك احتفالهم أنب وعوتب بل عوقب. انقلبت الدنيا الآن، انقلبت الموازين، علت التحوت الوعول على الأسافل الأكابر. هذا كله من علامات الساعة. فإذا ظهر الخبث حدثت هذه الأمور. فإن سمعت عن خسف هنا أو هناك في هذه الأمة فاعلم أن الله عز وجل يعاقب ويبتلي، يعاقب أقواما ليطهرهم، أو يبتلي أقواما ليرفع منزلتهم، أو يهلك أقواما غضب عليهم حتى يعاقبهم العقاب الأشد والأنكى عنده في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنهلك وفينا الصالحون؟ يقول نعم. فالصالح صالح في نفسه، أما المصلح فهذا الذي ينجو. فالذين ينهون عن السوء هم الذين ينجيهم الله عز وجل. فإذا ظهر الخبث وكثر الخبث وجب عليك ألا تشارك فيه، وأن تنكر بيدك إذا كنت راعيا وتملك رعيتك، مسؤول تحت رعايتك، هذا تؤدبه وتهذبه ولو بيدك، وتنصح بلسانك. وإذا عجزت فعلى أقل تقدير تنكر بقلبك، لا ترضى ولا تتابع، إنما تغضب لله ويتمعر وجهك لأجله، ولا تشارك هؤلاء. قد أخرج ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. انظر لهذا الخطر. لفظ المغنيات عند ابن ماجه، وجد لفظ القينات في غير ابن ماجه. فالمغنيات بمعنى القينات، المرأة التي تغني وترقص وتتمايل. ونحن في زمن التيك توك، وأصبحت الأسر لا تدري عن أبنائها وفتياتها شيئا، ملكوا الهواتف الذكية بلا مراقبة وبلا متابعة وبلا تعليم وبلا تهذيب وبلا ترهيب، فإذا بهم يجلسون في غرفاتهم الخاصة ويصورون أنفسهم في أسوأ أوضاع حتى تصل إلى أعلى درجات الفحش. نسأل الله الستر والعافية لذرياتنا وأبناء الموحدين. انتبهوا بارك الله فيكم، هؤلاء القينات سبب من أسباب خسف الله عز وجل للأرض وتحويل الوجوه إلى قردة وخنازير، مع ما يقع
من قذف حجارة من السماء، فإن قذفوا أحيانا بالبرد وبالثلج الغليظ الحجم الكثيف الحجم الذي فينزل على هذا يقتله، أو ينزل على ذاك يكسر له سيارته أو بيته، أو يكون سببا في تدمير كذا وحريق كذا فيموت الناس لأجل ذلك. كل ذلك من العقوبات. شرب الخمر والمعازف والمغنيات، لو اكتفى بالمعازف لكفى، فالمعازف يتبعها من يعزف ومن يسمع العزف ومن يتمايل طربا بهذا العزف، ولكن لما خص المغنيات يدل على أن لهن تأثيرا في هذه العقوبات لكثرة وجودهن، فالنساء سبب من أسباب الفتنة. فإذا كنا في هذه الرقة وهذا التخضع وهذا الخضوع في القول وفي الفعل والتعري مع خمر تشرب مع عزف تعزف على رؤوسهم، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ تنتظر هذه العقوبات وهذه العلامات، وهي ستأتي تترى، منها ما يكون خفيفا في بقعة وكثيرا في بقعة، ثم يزداد في بقعة أو إقليم، ويزيد في قارة، ويزيد في كذا، حتى يكون عاما في كل بلاد الأرض. فهذا كله تهديد ووعيد رهيب للعصاة من أهل المعازف والفاسقات المغنيات وشربة الخمور، بأنهم سيعاقبون بهذه العقوبات المهلكة. وهذا تحذير للساكت على هذا وعدم المنكر والراضي، فهذا كله من العصيان والتمرد، وهي من أمارات الساعة. وكلما اقترب وقوع الساعة ازدادت هذه المعاصي ظهورا وهذه الذنوب انتشارا، ويستمر الخسف والزلزال ويتكرر ويتكامل بالخسوف الثلاثة الواردة في الآيات العشر الكبرى، فيكون هذا كله إعدادا للسحق والمحق، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، نسأل الله العافية. ومن أثر هذه التغيرات المناخية تزول الجبال عن أماكنها، الجبال تزول زوالا تاما، وهي التي هي رواسي في الأرض وتثبت الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والحاكم والطبراني وصححه الإمام الألباني بشواهده عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها. تزول الجبال عن أماكنها، الجبل يزول عن مكانه، سلم يا رب العالمين. وفي لفظ آخر: وحتى تزول جبال عن مراسيها، وفي آخر: عن مراتبها. فالجبال الراسيات تتهدم وتزول عن أماكنها، إما أن يكون بسبب الخسف والزلازل، أو تحدث لها انهيارات صخرية كما نرى ذلك وندرسه في جغرافيا تضاريس الأرض، وإما أن يكون بفعل الإنسان بتسويتها والبناء عليها. هذا محتمل وهذا محتمل، ولكن الأقوى والأصح الأول، أنها من الخسف والزلزلة والانهيارات الصخرية، وهذه الأمور التي تكون عظاما في آخر الزمان، أمور عظام، نسأل الله العفو والعافية. تبارك الله فيك. كلامك عن خطط الغرب وأمريكا بمشاريع العبث في المناخ وغاز الكيمتريل الذي يتكلم عنه كثيرا، وهذا كله محتمل الوقوع منهم، فهم يكيدون كيدا، والله عز وجل من ورائهم محيط، ولكن كل شيء تحت مشيئة الله وقدرته، فلن يفعلوا شيئا قط يخالف ما قدره الله جل وعلا، فهم وما يفعلون خلق من خلق الله، وتحت علمه وسمعه وبصره جل في علاه. قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. الله خلقنا وما نعمل، فلا تتأثر بدعاياتهم هذه المهولة، واعلم أن كل شيء بقدر، وأن الله عز وجل هو الذي يملك الأمر كله. فبارك الله فيك. لن يكون إلا ما قدره الله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كما في الفرقان. وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالأمر كله بيديه، منه وإليه، والفرار منه وإليه، واليقين فيه، والاعتصام به، والتوكل عليه، سبحانه سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا فيما جرت به المقادير، وأن يجنبنا العقوبات التي لا نطيق، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكون معنا معية خاصة يحفظنا ويؤيدنا، ويكون سبحانه وتقدس الذي ينجينا من مكر هؤلاء وهؤلاء. فاللهم كن لنا ولا تكن علينا، ربنا كن لنا ولا تكن علينا، ربنا كن لنا ولا تكن علينا، ربنا انصرنا ولا تنصر علينا، ربنا انصرنا ولا تنصر علينا، ربنا انصرنا على من بغى علينا، ربنا اهدنا ويسر الهدى إلينا. هذه بعض دعوات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم. فلنحافظ على أذكارنا وصلواتنا وعلى عباداتنا ألا نفترع فيها، ولنحافظ على عقيدتنا وتوحيدنا لربنا ألا نشرك مثقال ذرة فيه، ولنحافظ على دعوة غيرنا لما علمنا الله وهدانا إليه، ولنحافظ على الصبر على هذه الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار، والصبر على من يعادينا إذا نشرنا ديننا ودعونا الناس إلى الحق الذي علمنا إياه ربنا ومليكنا. هذه كلها تعينك وتثبتك، فإن مت طيبا، وإن حييت طيبا، وتنتظر من فضل ربك نصرا مؤزرا، وألا يتمكن منك عدو أو حاسد. فاللهم مكننا من ذلك، واسترنا بذلك، واحفظنا بذلك، واقبضنا إليك إذا كانت الوفاة خيرا لنا، وأحينا حياة طيبة إذا كانت الحياة خيرا لنا، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.